يا ترى عارفين قصة التسريحة؟ أكيد ما تعرفوهاش، لأن دي القصة اللي أخويا الله يرحمه كان بيحكيها لي لما أروح له معيطة إن أنا متخزوقة من واحدة صاحبتي. كان لينا قاعدة كده على الترابيزة بنقعدها أنا وهو، يقعد يقول لي على حاجات عميقة أتعلمها ودروس مستفادة أستخدمها في أيام حياتي العادية. حقيقة يعني كان عظيم، وحاسة إن هو ده الوقت اللي المفروض أقول فيه إنه شكرا، إن هو أثر في حياتي كتير. المهم، كنت بروح اقعد اعيط له، اقول له ازاي بعد ما اديت صاحبتي دي كل الحب اللي جوايا وكل المشاعر اللي جوايا تخزوقني كده، كل شويه اتحط في نفس الموقف. فقال لي ايه، انت ما ينفعش تدي كل طاقتك في حد واحد، انت المفروض طاقتك دي تديها لكل الناس علشان يبقى في عندك صحاب كتير، فلما واحده تقع ما تقعيش معاها. انت يا ايه عامله زي التسريحه. التسريحه بيبقى فوق على الرف في الحاجات اللي بتستخدميها كل يوم وبتحتاجيها كل يوم وليها اهميه كبيره جدا. في الدرج التاني بيبقى فيه حاجات أقل أهمية، في الدرج التالت بيبقى فيه حاجات أقل أهمية، وهكذا. كل ما بتنزلي في الإدراج كل ما بتحطي الحاجات الأقل أهمية. ساعات كتير بيحصل إن في برودكتس من الحاجات اللي بتبقى على التسريحة من فوق بنضطر إن احنا نشيلها ونحطها تحت لأن ما بقاش ليها استخدام أو بقت مؤذية لينا، أو بنضطر نرميها خالص. بس دايما حتى لو في برودكت خلص ممكن تستخدميه ريسايكلينج في وقت من الاوقات او تحتاجيه. عشان كده حافظي على كل حاجتك جوه التسريحه، ما ترميش اي حاجه، وحافظي على علاقاتك. هو ده اللي انا اتعلمته، ان كل علاقه مهمه في حياتك وكل علاقه ليها لازمه في حياتك. اهميتها في الوقت الحالي هي اللي مشكله. فنقي صحابك كويس وشوف هتحط مين فوق التسريحه، وفين مين في الدرج الاولاني، ومين في الدرج التاني، ومين في الدرج التالت، ومين اللي هترميه خالص عشان انت ما تتأذيش. اتمنى ان انتوا تقولوا له الله يرحمك يا حبيبي، وشكرا على كل حاجة.